الفيفا تصدر بيانا بعد السقوط المغربي القجع، وتفتح الملف الجزائري الفرنسي. بلاتيني ينتصر للجزائر ويهدد الفيفا. ولكن قبل أن نبدأ عطروا أفواهكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فضيحة كبرى هزت إفريقيا بطلها المغربي فوزي القجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، حيث أصبحت الكرة الإفريقية مجالا للفساد، حيث قام المغربي فوزي القجع بتقديم 120 ألف يورو من أملاك شعبه لمحضر بدني من أجل فوز نهضة بركان على مازيمبي قبل نهائي إفريقيا، حيث أصدر نادي مازيمبا الكونغولي بيانا يؤكد فيه طرد محضره البدني بعد ثبوت تلقيه رشوة من نادي نهضة بركان المغربي الذي يترأسه فوزي القجع، حيث توسط المحضر البدني لنهضة بركان مع حارس مازيمبي الكونغولي ليسهل مهامهم في الفوز بالمباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي كأس الكونفدرالية في الموسم المنصرم، حيث عرض المحضر البدني 40 ألف يورو على الحارس في هذه المباراة التي انتهت بفوز نهضة بركان ب4 أهداف مقابل هدف. وهذا الذي أزعج الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة أنفانتينو الذي اتخذ قرارا بفتح الملف الجزائري من جديد. إنه يعلم جيدا أن الفرنسي ميشيل بلاتيني سوف يتدخل من أجل الإطاحة به من رئاسة الفيفا. إن بلاتيني سوف يستغل مباراة المنتخب الجزائري مع المنتخب الكاميروني لما لها من صدى عالمي واسع من أجل الإطاحة بأنفانتينو من رئاسة الفيفا، وخاصة بعد براءة بلاتيني من القضاء السويسري. فالكل يتصارع الآن من أجل تأهل الجزائر إلى المونديال وإظهار الحقيقة قبل فوات الأوان. وفي النهاية، لو أنت محب للمنتخب الجزائري اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.